انا فرحي كمان شهر بالظبط، وده اليوم اللي بتستناه اي بنت في الدنيا، ومن قبلها بشهر وانا عمال اجهز كل حاجه عشان ما يحصلش اي مشاكل اليوم ده. بس اللي ما عملتش حسابه ان صاحبتي اللي بعتبرها اختي من واحنا عيال صغيرين يطلع قلبها اسود من ناحيتي بالشكل ده. مبدئيا انا لقيت حد من اللي شغالين في قاعه الافراح بيكلم بيقول لي احنا متاسفين لكن لازم حد يجي ياخد العربون اللي اتدفع. بساله ايه اللي حصل، قال لي هو مش حضرتك اتصلت من يومين ولغيتي حجز القاعه؟ قلت له لا الكلام ده ما حصل. قال لي للاسف احنا جالنا مكالمه من عند حضرتك واحده بتقول انها والحجز يا فندم ولازم نحجز ميعاد تاني بعد شهر. قفلت وانا مش فاهمه حاجه عشان الاقي مكالمه تانيه من الكوافير اللي هروح له يوم الفرح بيقول لي نفس الكلام تقريبا، ان حد اتصل بيه ولغى الحجز. فكلمت صاحبتي وطلبت منها تيجي لي البيت، ولما واجهتها باللي حصل قالت انها ما تعرفش حاجه، وانا ما اعرفش ازاي غبائي خلاني اصدق، وقلت هي مش هتعمل كده لان اللي عمل كده اكيد حد بيكرهه. عدت الايام وانا بحاول اشوف قاعه تانيه، بس لقيت خطيبي بيكلم بابا وكان متضايق قوي وفاكر ان انا اللي عملت كده عشان مش عايزاه يتجوز، وفي الاخر اكتشف ان صاحبتي راحت تكلمه من ورايا، والله اعلم قالت له يعني، وكانوا متفقين مع بعض يعملوا الحكايه دي عشان البي يسيبني ويروح يتجوزها هي. لا وكمان منزلين صورتهم على الفيس، وبعد سنين لقيتها بيتكلم وعرفت منها انه طلع ما بيخلفش، وهما الاتنين شايفين ومقتنعين ان اللي حصل لهم ده ربنا بيخلص حق منه على اللي عملوه فيا، وبتطلب مني ان سامحها. يا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات.